السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. النهاردة هنتكلم عن إزاي تبيع الخدمة الغالية بتاعتك أو الكورس الغالي بتاعك مرات كتير جدا وبعد كتيرة جدا، بدون ما تصرف كتير على الإعلانات وبشكل صحيح وبشكل احترافي، علشان يعمل لك قاعدة جماهيرية ويعمل لك سكيلينج للبيزنس بتاعك، ويبقى البيزنس بتاعك مش معرض للخطر، وبيعمل مبيعات وبيصرف قليل على الإعلانات والتسويق. خلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا انت بتجيب العميل من اعلان مدفوع او محتوى مجاني على السوشيال ميديا او قناتك على اليوتيوب او اي مصدر ترافيك او قائمة بريدية حتى، خلينا نقول. فالعميل جاي لك واعلان او المحتوى المجاني، ودخل على السيلز بروسيس تبعك، بعدين بيخش على السيلز بروسيس. والسيلز بروسيس تبعك دي الآلية البيعية عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيلز فانل زي كده، قمع مبيعات. ما بيخشش وبتقول له تعالى اشتري، يعني هو بيخش على الآلية البيعية. مكونة من ايه الآلية البيعية؟ ومكون من ايه السيلز فانل؟ السيلز فانل دي بتعمل قبل ما تبيع الخدمة للعميل بتاعتك، بتبني علاقة مع العميل. يعني أنا مش هينفع أقول له تعالى اشتري خدمة من عندي تمنها $1000 أو $1500 أو 700 أو $800 من غير ما يعرف العميل أنا مين، ولا أنا ببيع إيه، ولا في علاقة بينه وبينه، ولا في أي شيء. أما اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل أولا إن إحنا بنبني علاقة مع العميل قبل ما أقول له تعالى اشتري. العلاقة دي عبارة عن إيه؟ رقم واحد، إن أنا بعرفه أنا مين وببيع إيه. رقم اتنين، بديله شيء مجاني وباخد الداتا بتاعته، باخد الداتا تبع العملاء، بتبقى عندي الاسم والايميل ورقم التليفون وما الى ذلك، وممكن اكتر لو انت حبيت. رقم ثلاثة، العميل لازم يوصل له شعور ان انا هدف البيع وليس هدف عفوا، هدفي خدمته وليس البيع فقط. يبقى عرفنا الثلاثة. رقم واحد، عشان ما اطولش عليك في وقت الفيديو، رقم واحد بنعرفه احنا مين وبنبيع ايه. رقم اتنين بناخد الداتا بتاعته. رقم ثلاثة، بنوصله شعور ان احنا هدفنا خدمته وليس البيع فقط. اوكي، احنا هنبيع لان ده بيزنس وعارف ان احنا هنبيع له، بس يبقى نوصل له شعور ان احنا هدفنا الخدمة في الاول وليس البيع فقط. لو عملنا الثلاث حاجات دول، اذا اصبحت في علاقة بينه وبين العميل، وبناء على العلاقة اللي بينه وبين العميل البيع هيجي بشكل تلقائي ومتكرر من نفس العميل. البيع ما تشيلش همه بعد ما تعمل الكلام ده. بشوف ناس كتير عندها خدمات غالية ثمن، بروح عامل إعلان وعامل إعلان رسائل، والعميل بيجي من الإعلان على الرسائل مباشرة. العميل ما هواش عارف هو الشركة دي تبع ايه ولا بتبيع ايه. اوكي، هو عارف بس عنده فكرة ان في رحلة سياحة تعالى اشتري رحلة سياحة، في كورس كذا تعالى اشتري الكورس كذا، والكورس غالي والرحلة غالية، والعميل هيسيبه ويروح يشوف منافس تاني. وبالتالي اعلاناتك مش جايبة نتائج، ومبيعاتك قليلة جدا، وبالتالي انت مع الوقت عمال تخسر فلوس ومبيعات وعملاء. لكن الصح اللي احنا بنقول عليه ان انت تبني علاقة مع العميل، علاقة ثقة مع العميل. العلاقة دي سهلة وبسيطة. طب مين اللي بيعمل العلاقة وازاي نعمل العلاقة؟ السيلز فانل. السيلز فانل هو الوحيد اللي يقدر يعمل لك العلاقة احترافية بيعية، هدفها الاول والاخير البيع وتكبير سكيل البيزنس بتاعك. السيلز فانل بيعمل لك كل الكلام ده. طيب ازاي بيعملها؟ اول شيء بيعمل مسك البيانات وداتا العملاء. بعد ما العميل بيبقى عارف احنا مين، وخلاص احنا قلنا له احنا بنبيع ايه وشركة ايه، ومن خلال الفنل، من خلال اول صفحة بيشوفها، تعال خد شيء مجاني. الشيء المجاني ده كتيب PDF، ورشة عمل، فيديو تعليمي انت عامله، بينزل عليه العميل وبيدي لك اسمه وبياناته، وبياخد الشيء القيم المفيد منك انت، كتيب زي ما قلنا PDF او فيديو او ما الى ذلك، او اي شيء، او حتى ويبينار. انت ممكن تكون عامل ويبينار بتتكلم في النيش ماركت بتاعك او المجال بتاعك. لو انت عامل كورس مثلا عن فقدان الوزن والتخسيس، عامل انت ويبينار وجايب عملائك وبتعلمهم مدة ساعة او ساعة الا ربع. في الويبينار ده بتديهم نصائح ومعلومات مفيدة، وبيستفيدوا هم منك. في اخر الويبينار بتعمل كول تو اكشن، او اخر الفيديو برضه بيكون عامل كول تو اكشن، واخر الفيديو من تحت بتبقى حاطط اللينك بتاعك، لينك الكورس، وهنحكي عليه برضه الكلام ده. فهدف الخطوتين دول الاول هم بناء علاقة مع العميل، عشان العميل يحس ان انت عايز تخدمه ومش ان انت تبيع له فقط، بعد ما عرف احنا مين وبنبيع ايه واسم الشركة والبراند بتاعنا وما الى ذلك. اصبح كده العميل الداتا بتاعته عندنا، واصبح ان احنا فدناه وادينا له شيء مجاني يستفيد بيه ويفيده في حل مشكلته.
رقم ثلاثة، بعد ما بناخد الايميل العميل وبياناته واسمه ورقم تليفونه، بنعمل تاج على العميل. يعني ايه تاج؟ يعني في السي ار ام تبعك، او مزود السي ار ام، او الاوتوميشن اللي انت هتعمله في ارسال البريد الالكتروني للعميل، بنحط عليه تاج. يعني فلان مثلا سجل عندنا في الصفحة المجانية، في الليد المجاني ده اول شيء، وادالنا بياناته. بعدين بنبدأ نعمل له تاج. ايه تاج؟ علامة عليه، يعني ده سجل في الويبينار المجاني. لان انت هيبقى عندك مثلا كذا بزنس في الفانل بتاع في الموقع بتاعك، او كذا كورس، او كذا رحلة سياحية وما الى ذلك. فانت بتعلم عليه العميل ده جاي من الفانل الفلانية، فانل بتاعة الكورس الفلاني، وهكذا. فعرفت انت العميل ده جاي لك منين، بتحط عليه تاج. بعد ما بتحط عليه تاج، بتبدأ ترسل له في الايميلات. اول ايميل طبعا ما بيبقاش بيع، ما بيبقاش هدفه البيع. هو ممكن العميل بعد ما يخش وياخد منك الشيء المجاني، بيخش على صفحة شكر، شكرا لان اشتركت، وشكرا لانك بقيت جزء من مجتمعنا. وبعد كده بيخش على بعد ما بيخش على صفحة الشكر، بيبقى في زرار في صفحة الشكر بيخش على صفحة الكورس الرئيسي او العرض الرئيسي وما الى ذلك. لو ما اشتراش في الحالة دي، بعد كده بيستلموا الاوتوميشن والسيستم المبيعي، بتروح له ايميلات تسويقيه. اول ايميل ده في الشيء المجاني اللي هو طلبه، اول شيء الشيء المجاني اللي هو طلبه، الكتيب او ميعاد الويبنار وتاريخ الويبنار والميعاد اللي هو هيشترك فيه في الويبنار اللي هيشاهدوا فيه يعني، او لينك الكتاب المجاني على جوجل درايف، انت بتسيبه له على جوجل درايف عشان يعرف يحمله. وبعد كده الايميل التاني برضو ايميل توعوي، ايميل تثقيفي وتعليمي، ما فيهوش برضو اي بيع، وما فيهوش برضو اي لينكات واي مواد تسويقيه وما الى ذلك خالص. انت بتبعت له ايميل واحد اثنين ثلاثه. في ناس بتبعت ايميلات تسويقيه بدءا من الايميل الثالث، لكن ده انا ما انصحش بيه. انا انصح بيه من الايميل الرابع، تبدا ترسل له العروض بتاعتك والخصومات بتاعتك، او الكورس او الرحله بتاعتك السياحيه او ما كده. فانت من الثلاث ايميلات الاولانيين دول ايميلات توعويه تثقيفيه تعليميه للعميل بتاعتك، علشان نبني علاقه كويسه مع العميل. هو دخل ادينا له شيء مجاني، مش مجرد ان هو اشترى شيء مجاني اروح انا ابعت له ايميلات تسويقيه. يعني برضو انت بتبقى لازم برضو تفيد العميل. ما هو فيد واستفيد، ما هو مش ان انا مجرد ان انا عايز ابيع خلاص ابيع وارمي للعميل البحر. يعني مش كده خالص، برضو العميل ما بتجيش كده برضو. لازم يبقى في عطاء، لازم يبقى في بذل. فلازم زي ما انت هتاخد لازم تدي، لازم تفيد عميلك. هو ده هدفك الاول والاخير. لو فدت عميلك بمنتهى الامانه، هيكون البيزنس بتاعك هيتحول يعني لمكان تاني فعليا، يعني باقل مصاريف التسويق والاعلانات. فبتبدا انت تديله الثلاث ايميلات دول او الاربع ايميلات دول، زي ما تحب وزي ما هتحدد. ايميلات تعليميه تثقيفيه توعوية، فيها معلومات، فيها فاليو، فيها قيمة جدا تحل له مشكلته. ازاي تخسر مثلا على سبيل المثال، وانت الكورس بتاعك عن التخسيس وفقدان الوزن، ازاي تخسر 10 كيلو في اقل من اسبوعين، او ازاي تعمل برنامج غذائي، او شوية نصائح كده ومعلومات بتديها للعميل بتاعك في الشيء اللي هو مهتم بيه. وبدءا من الايميل الرابع او الايميل الخامس، بتبعت انت ايميل تسويقي بشكل مباشر، في عندي عرض كذا، في خصم كذا، تعال اشتري، وبتسيب له اللينك في الايميل في الاخر، يعني في اخر الايميل، وبتسيب له اللينك الكورس او لينك الرحله بتاعتك، صفحه الهبوط، بيخش عليها وبيبدا يتواصل معاك، او بيبدا يشتري لو هو انت عامل له صفحه دافع اونلاين، بيبدا يتواصل معاك علشان يبدا يشتري الشيء بتاعك انت. فبالطريقه دي انت بعت الشيء الغالي بتاعك. لكن كون ان انت تعمل اعلان ممول مدفوع على الفيس او جوجل او التيك توك، وانا ببيع كذا تعال اشتري كذا، حتى من غير صفحة هبوط، ده خطأ تماما. انا بشوف ناس كتيرة جدا، والكلام ده اتكلمت عنه، لكن انا اتكلمت عنه بشكل مفصل في الفيديو ده. ناس كتيرة جدا بتعمل اعلان رسائل، انا ببيع كذا تعال اشتري كذا، ده خطأ تماما، خطأ تماما تماما. انت قدمت ايه للعميل؟ يعني هو انت معتقد ان انت العميل علشان انت عندك مثلا خدمة غالية او شيء غالي هيجي يشتري منك انت لمجرد ان انت عامل اعلان؟ ما يجيش كده خالص الموضوع. لازم تبقى فنل مدروس، في براند، بنعمل له وعي بالعلامة التجارية بتاعتنا، بنعرفه احنا مين، بنفيده الاول، بنديه قيمة عالية جدا مفيدة ليه، بتحل له مشكلته. وبعدين بنوصل له معلومة، وبنوصل له شعور ان احنا هدفنا خدمته في الاول في الاخر، مساعدته. وبعدين بنعرض عليه الخدمات بتاعتنا والمنتجات والكورسات او اي شيء انت بتبيعه. فبالطريقة دي انت هتزود البيزنس بتاعك، وهتلاقي عملاء كتير يقولك في الداتا بتاعتك
وتقدر تبيع لهم مرة واثنين وثلاثة. العميل ممكن يشتري منك عدة مرات على مدار السنة كلها، مش مرة واحدة بس. فانت لو عملت اعلان ممول واعلان رسائل هيجي لك في الرسائل، ولو العرض بتاعك عجبه، ولو ما عجبوش وغالبا مش هيعجبه طبعا، لان انت مش شيء مميز ما قدمتلوش اي فايده واي فاليو، هيروح للمنافس والارخص هيشتري منه هو. فبالتالي انت يعني البيزنس بتاعك واقف في محلك سر، مش متقدم ولا بيبيع ولا بيعمل اي شيء جديد. فاتمنى تكون الصوره وضحت. ولو انت عندك شيء غالي او خدمة غالية تباعها بالطريقة دي مش اي طريقة تانية. هو ده الطريقة الصحيحة دي مفتقدينها جدا في الوطن العربي. لو عايز اي معلومة سيبها لنا في الكومنتات واحنا هنرد عليك. وما تنساش تعمل متابعة للقناة علشان ده بيساعدنا بشكل كبير. وشكرا على المشاهدة، وان شاء الله نشوفك في فيديوهات جاية. السلام عليكم.